السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. يا رب كده ان شاء الله يكون شهر كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب، باليمن والخير والبركات. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني. نزلت لكم النهاردة بفيديو جديد، مشتريات رمضان كده، التخزين التفريزات بتاعت رمضان. هي يعني تخزين وتفريز، لان طبعا اكيد الحاجات دي مش هنخلصها في رمضان. ربنا كده يوسع علينا وعليكم يا رب. بصوا طبعا انا جبت كرومبتين عشان هسلقهم واعملهم كده معاكم، بس انا قسمت لكم الحاجة على اجزاء عشان تفهموها كده وتبقوا معايا في خطوة بخطوة، لان انتوا وحشتوني جدا جدا والله. بص انا جبت السبانخ. طبعا في ناس كتير يا حبايبي بتقول السبانخ ما بتتخزنش، بس انا بخزنها وبتطلع جميلة جدا وحلوة خالص. هوريكم الطريقة بتاعتها وان شاء الله تعجبكم يا رب. بصوا دي الخضرة بتاعتها. طبعا حبايبي واخواتي البنات والستات البيوت اكيد طبعا شاطرين وعارفين كل حاجة وهيقولوا دي حاجة مش جديدة علينا، بس انا طبعا بشارككم كل لحظات يعني اللي انا عايشاها خطوة بخطوة، ويا رب كده تعجبكم. وحبيت اشارككم اي حاجة نعملها او انا اجيبها ان شاء الله تعجبكم. دي طبعا البسلة. ده هنحتاج البسلة في رمضان للطواجن وللشوربة. طبعا انتوا عارفين رمضان بيحب الحاجة الخفيفة، ما بيحبش اي حاجة تقيلة. ده طبعا فول، احنا هنا في الصعيد بنقول عليه فول اخضر. وطبعا في ناس تاني بتقول عليه فول حراتي. يا ده عندنا احنا فول اخضر، اللي هو بنعمله فول مدمس وفول نابت والبصارة وده، بس ده الاخضر. بص يا حبايبي ده ليمون. الاسعار بتاعت الخضار الحمد لله حلوة، مش رافعة، بس ربنا يرفع البلاء عن السلع، الرز والسمنة والسكر والحاجات دي رافعة بزيادة. ربنا يرفع البلاء عننا وعن الجميع يا رب ان شاء الله، وربنا ييسر الحال ان شاء الله. وده الخيار. طبعا كيلو الخيار ب5 وكيلو الليمون ب10. الحمد لله السنة دي الليمون مريح شوية. طبعا انتوا عارفين السنة اللي فاتت الليمون وصل 50 جنيه. ربنا يصلح الحال يا رب. وده اللي هو الكنتالوب. طبعا احنا هنا بنقول برضو عليه شهد. بنقول عليه شهد، في ناس كتير بتقول عليه كنتالوب. يعني كل واحد كل بلد وليها طبعا لغوتها وليها تقاليدها في الكلام. دي الطماطم 2 كيلو ونص ب10. برضو الأسعار حلوة يعني والله، يعني أسعار حلوة كده، بس يا ربي إن شاء الله ربنا يصلح الحال يا رب. إن شاء الله يكون شهر كده مبارك علينا وعليكم والدنيا تهدى كده شوي. ده فلفل احمر يا حبايبي، طبعا عشان احنا ما بناكلش الشطة، فده هعمله معاكم هريسة شطة. يعني لا انا ولا جوزي بناكل حاجة، يعني بناكلوش الشطة. طبعا انا جوزي كان بيحب الشطة خالص، بس الدكتور منع منها. وانا هعمل له هريسة، بس هعملها بفلفل اللي هو البارد. ودي الكوسة برضو هنخزنها مع بعض عشان شوربة الخضار، وبرضو عشان نعملها بتخديعة كده مع بعض. الكوسة برضو الكيلو ب5. يعني كل حاجة كده. ربنا يا رب يوسع علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. وده موز. طبعا الكيلو برضو ب10. موز بلدي حلو. الكيلو ب10 مش غالي برضو. وطبعا قلبان خس. طبعا ما قوليش الخس ده عشان رمضان ولا الموز، لا ده هناكل فيه يعني. هو عشان التخزين اللي هي البسلة والسبانخ والكرنب، بس هما دول اللي هنخليهم من رمضان، واللحمة طبعا اللي احنا جايبينه مع بعض. وجبنا مفرش كده للمطبخ عشان هنعمل تنظيفة كده مع بعض للمطبخ قبل رمضان، هنستقبل رمضان كده بمفرش جديد. لازم لازم يا حبايبي نستقبل رمضان كده بحاجة جديدة، حتى لو حاجة بسيطة خالص، بس لازم نستقبل رمضان بحاجة جديدة. بصي ده الخضار طبعا اللي انا جايباه. هندخل كده على اللحمة. انا جايبة لحمة طبعا، جايبة بانيه وجايبة لحمة مفرومة وجايبة كبدة. الفيديو ده طبعا انا هوريها لكم، وفيديو ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني ان انت تظبطيها ازاي على وجبات عشان ما تتعبيش. وطبعا ده مش هينفع ان انت تحطيه كده في الفريزر، لا،
انت لازم تقسميه وجبات، يعني على قد الوجبة تطلعي الكيس وتعمل الوجبة اللي انت عايزاها، عشان ما تتعبيش ولا ان انت تفكي اللحمة كلها وبعد كده تحطيها تاني في الفريزر، يعني مش هتبقى حلوة. طبعا انا جايبة في حاجات جايباها كده من الهايبر، بوريكم يعني عندنا الهايبر ده كل حاجة حلوة فيه واسعاره هادية وحلوة. ودي جايباها انا طبعا وراك من عندي بتاع الفراخ اللي هي مش مجمدة، لا دي طازة، بس انا بجيبها وراك عشان احنا ما بنحبش الصدور. دي طبعا الخضار يا حبايبي بعد ما انا غسلتي وحطيتها كده في الاطباق. كده هنظبط التلاجة وهنحطها في التلاجة كده، وبالهنا والشفا للي هياكل. وانتوا حبايبي واخواتي، ويا رب كده الفيديو كان عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.